تعبان كأنك ما نمتش وعمال بتلف على الدكاترة ومش لاقي سبب ومش باين أي حاجة في التحاليل، في الحالة دي وارد تكون مصاب بمرض الفايبروميالجيا. يعني إيه فايبروميالجيا؟ ده مرض مزمن بيأثر على الجسم كله، تحديدا على العضلات والمفاصل، وكمان بيأثر على النوم والحالة النفسية. الناس اللي عندها المرض ده بتحس بألم مستمر في الجسم كله، تعب وإرهاق كأنك مش مرتاح خالص، مع إنك ممكن تكون طول اليوم مرتاح. وجع في الجسم كله من غير سبب واضح، إرهاق مستمر مهما نمتش، صداع وتوتر ونسيان كمان، اضطرابات في النوم، إحساس بالحزن أو القلق من غير سبب، حساسية مفرطة من اللمس أو الأصوات العالية. مفيش سبب واضح للمرض، لكن في عوامل ممكن تخلي الأعراض تظهر، زي التعرض لصدمة نفسية أو عصبية، التوتر العصبي لفترة طويلة، بعض أنواع العدوى أو الأمراض المناعية. وأوقات بتظهر الأعراض من غير أي سبب واضح. للأسف السيدات أكثر إصابة من الرجال في المرض ده، وعادة بتظهر في سن من 30 ل 50 سنة للي عندهم تاريخ مرضي للقلق أو الاكتئاب، أو اللي بيعيشوا تحت ضغط نفسي مستمر. مفيش تحليل أو إشاعة بتكشف عن المرض. التشخيص بيكون عن طريق دكتور فاهم المرض، بيقدر يستبعد الأمراض التانية اللي بتدي نفس الأعراض، وبيسأل أسئلة محددة في نمط الألم، مدته، شدته. الفايبروميالجيا ملوش علاج نهائي، لكن ممكن نقدر نتحكم في الألم. العلاج بيكون نظام حياة متكامل، مش مجرد أدوية بس. من ضمن النظام ده تقليل التوتر وتنظيم النوم، رياضة خفيفة بانتظام، والأهم التغذية السليمة. وده هيكون موضوع الفيديو اللي جاي إن شاء الله. لو حسيتي إن الكلام ده بيوصف حالتك، اوعي تهملي نفسك. التشخيص الصح بيفرق جدا في جودة حياتك. تابعيني في الفيديو الجاي، هنتكلم عن الأكل ونوعه اللي هيحسن الحالة ويقلل الألم. عافانا وعافاكم الله.